السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم فيديو جديد من قناتكم حكاية الكنز، والفيديو هيكون على 10 قروش إصدار 2008 وإصدار 1992. سمعنا أرقام كتير على ال10 قروش اللي هي 2008. هنعرف في الفيديو ده كل التفاصيل وإيه أسعارهم حاليا. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، لسه ما اشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا كده سريعا بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني ومعانا 10 قروش دي بتاريخ 1992. ال10 قروش التانية دي 2008. سمعنا أسعار كتير على ال10 قروش اللي هي 2008، وهل الأسعار ديت فعلا حقيقية ولا لا؟ مبدئيا ال10 قروش 92 أو 2008 هي مش مطلوبة خالص، ولا حد يصدق الأسعار اللي طالعة عليها، لأن شايف فيديوهات كتير بأسعار ومبالغ كبيرة جدا، وللأسف الناس أي حد بيصدق الحاجات ديت وبيجمعها، وفي الآخر ما بيلاقيش اللي يشتريها منه. انت لو معاك الحاجات ديت ما تتعبش نفسك فيها كتير، وسيبك من الحاجات ديت خالص وركز على الحاجات اللي هي النوادر. طيب ايه هي النوادر؟ في 10 قروش وهي بتاريخ 1991، ودي اللي بتكون مطلوبة وسعرها غالي جدا. سعرها بيتراوح معاك، بيبدأ من 5000 جنيه لحد ال 15 وال 20 ألف جنيه مصري. بتكون نفس الشكل ده كده بس بتاريخ 1991، وده تاريخ خطأ سك. لكن العملة اللي هي 10 قروش 2008 مش مطلوبة خالص. الحاجات ديت بتتباع بالكيلو، يعني الناس معاها كميات بتباعها بالكيلو، وبالتالي ما بيكونش ليها أسعار. طيب الناس اللي هي بتطلع وبتعمل عليها فيديوهات وتقول لك أسعارها بالألوفات والحاجات ديت، محدش يصدق الكلام دوت، عشان في ناس كبيرة كتير كلمتني وقالت لي ديت اسعارها غاليه وعايزين نبيعها، وانا بقول لهم ملهاش اي سعر ولا اي قيمه. انت ركز على الحاجه اللي هي تستاهل فعلا، اللي هي اخطاء السك، والتاريخ هو 1991. لكن 92 او 2008 او اي حاجه تانية تخص ال10 قروش هي مش مطلوبه. طيب اللي معاه العملات وعايز يبيعها هيبيعها ازاي؟ عندك طريقتين، وهما اسهل طريقتين، وقايل كل الطرق ديت في كل الفيديوهات قبل كده. طريقتين: اول طريقه وهي تطبيق اوليكس، تقدر تبيع من خلاله اي عملات عندك. الطريقه التانية وهي جروبات الفيسبوك للعملات القديمه في مصر. تطبيق اوليكس هتقدر تصور العملات اللي معاك وش وظهر، وتبدأ تعمل الإعلان الخاص بيك. وأهم حاجة تحدد السعر. تحديد السعر عامل أساسي على بيع العملات، لأن المشتري أول حاجة بيفكر فيها هو سعر العملات. لما يلاقي السعر مناسب هيبدأ يدخل ويشوف الإعلان بتاعك، ويبدأ يكلمك عن طريق الرقم اللي انت سبته في الإعلان. الطريقة التانية جروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر. هتدخل تنضم للجروبات ديت وتصور برضو أي عملات معاك، وتبدأ تبيعها على الجروبات ديت، وتحدد السعر وتسيب رقم للتواصل. طيب الناس اللي معاها عملات نوادر وعايزة تعرضها في مزاد علني ويجي لها تقييمات، تعمل ده ازاي؟ هتتجه إلى جروبات الفيسبوك للعملات القديمة في مصر، وتبدأ تعمل المزاد الخاص بيك. حاول تخلي المزاد يكون بادئ ب5000 جنيه أو 7000 جنيه. لو سعر العملة يعدي ال30000 أو ال20000 ويجي لك تقييمات، والرفعة هتكون معاك يا ب250 جنيه يا ب500 جنيه. وتخلي المزاد متاح لمدة 48 ساعة عشان الجروب كله يقدر إن هو يشارك في المزاد ويجي لك تقييمات. لقيت السعر الأخير في المزاد حابب إنك تبيع بيه، بيع بالسعر. مش حابب ولقيت السعر مش اللي في دماغك ومش عايز تبيع بيه، يحق لك تقفل المزاد عادي خالص وما تبيعش العملة دي. الطريقة الوحيدة اللي انت تقدر تبيع بيها العملات بتاعتك
أو العملات النوادر. وزي ما قلنا عملة ال10 قروش بتاريخ 1992 ملهاش أي قيمة، وال2008 ملهاش أي قيمة. وشكل العملات أهي، دي 92 ملهاش أي قيمة، و2008 ملهاش أي قيمة. اللي ليها قيمة اللي هي خطأ السك، وهو تاريخ 1991. محدش يصدق الأرقام اللي طالعة على العملات اللي هي مش مطلوبة ديت أصلا. ركز على أخطاء السك وتابع معايا على القناة، هتلاقي كل العملات اللي هي تواريخ خطأ السك المطلوبة وسعرها كويس جدا. قبل ما تبيع عملتك بالكيلو اعرف ايه هي العملات والتواريخ الخطأ السك وايه اسعارها. يا ريت اللي استفاد من الفيديو ما ينساش يدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله.